7 recipes ب 7 stories Korean edition. مسلسل النهارده اسمه كينجز افكشن، وده اول دراما تاريخيه كوريه اتفرج عليها، وانبهرت قوي باللبس بتاع عصر جوسون. قصته بقى ان الملكه خلفت توينز ولد وبنت، وفي العصر ده ما ينفعش ولي العهد يبقى ليه توين بنت، ده يعتبر عار. فعشان يداروا الموضوع قرروا يقتلوا البنت، بس الام حاولت تحميها وبعدتها عن القصر، ومع الوقت البنت رجعت القصر على انها من الخدم هناك، لحد ما في مره الامير شافها وقرر يتنكر في لبسها عشان يخرج بره القصر. بس الأمير بيتقتل والبنت بتلاقي نفسها الأمير، وبتاخد مكان أخوها وبتبقى الملك، وبتتحدى الصراعات اللي على السلطة. مسلسل بصراحة حلو قوي، والبطلة هايلة. أكتر حاجة استغربتها قوي وأنا بتفرج إن إزاي الولاد الصغيرة مطولة شعرها وعاملين ضفيرة زي البنات، وعرفت بعد كده إن الشعر ده كأنه ليجاسي من أهاليهم ولازم يحافظوا عليه، ولو اتقص دي إهانة ليهم. ولما الولاد بيتموا 14 15 سنة بيرفعوا شعرهم، وده معناه إنه بقى أدلت خلاص. قولولي بقى، شفتوا المسلسل ده ولا لسه؟